يا مساء الجمال، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. في مشكله اللايف ده على الانستجرام، في مشكله على صفحه الفيسبوك، فانا مش عارف اطلع دلوقتي لايف على الفيسبوك مع الانستجرام، ولكن هحاول قدر الامكان ان انا ارفع اللايف ده على صفحه الفيسبوك. طيب احنا هنا هنتكلم في ايه؟ وهقول لكم بالظبط التفاصيل. انا هنا هتكلم ازاي اعلم الناس من البيت انها تشتغل او يبقى عندها ايجنسي للسوشيال ميديا، تمسك صفحات ناس كتير وخليها تقدر تزود مصدر دخلها وهم من البيت. الموضوع مش محتاج يعني ان هم يتحركوا كتير او ينزلوا كل يوم او كل ده. طيب ده بكل بساطة ده اللي انا طالع اعمله، ده اللي انا طالع اقوله للناس. هقول لكم بصراحة، انا من يوم ما اعلنت ده وانا في كذا حد كلمني وقال لي ما تعملش ده او تعالى اعمل الكورس عندي، وانا مش عايز اعمل الكورس. انا عايز اقول للناس اللي هم حبايبي اخواتي اللي قاعدين معايا دايما، عايز هم اللي يستفيدوا او عايز كل الناس تستفيد، ولكن انا هقول هنا الكلام مجانا من غير اي فلوس. انا يهمني ان انتوا تستفيدوا. طيب ايه بقى الكلام؟ انا بس عندي طلب في الاول كده عشان هنسى. حاولوا تعملوا شير لللايف ده، لو حد عايز يشتغل من البيت ويحسن دخله اعملوا له شير لللايف ده وخلوه يتابع اللايفات اللي جايه كمان، لان احنا مش هنخلص الموضوع كله في لايف واحد. دي اول حاجه. تاني حاجه، انا معايا اهو ورقه وقلم وانا اللي هقول، فاكيد انت محتاج انت كمان ورقه وقلم بشكل منطقي. خلينا نقول كده يعني احنا هنبدا ازاي او هنقول ايه. احنا هنتكلم الاول او البروسيس، احنا هنتكلم اول حاجه خالص عن الماركتنج. الماركتنج يا جماعه والديجيتال ماركتنج ده حاجه وده حاجه. الديجيتال ماركتنج هو جزء من الماركتنج، ولكن الماركتنج هو الاعم او الوسيله الاكبر او هو الحاجه الاكبر. الديجيتال ماركتنج هو وسيله من ضمن وسائل التسويق. طيب دي اول حاجه. طيب انا عايز اسال سؤال وعايز الناس برضو لو حد عنده اجابه يا ريت يقول لي، هو احنا ليه بنعمل ماركتنج اصلا؟ يعني احنا ليه اصلا بنعمل تسويق لحياتنا او لمنتجاتنا او كده؟ طب هل التسويق ده للمنتجات بس، للشركات بس، للمصانع، للي بيبيع خدمه، ولا ليه انت بتعمل ده؟ خليني اقول لك على حاجه. زمان ده الاوبشن ده ما كانش موجود كفايه، عشان خاطر بكل بساطه ما كانش عدد الناس كتير للدرجه دي، وما كانش عدد الناس اللي بتقدم الخدمه بنفس الرقم ده. فكان الموضوع سهل يعني. لو لاحظتوا زمان في الاقاليم ما كانش في حد ممكن يفكر في التسويق او يصرف فلوس على التسويق ولا الكلام ده. ليه؟ لان هو كده كده متشاف، وكده كده العدد قليل، فكده كده الناس عارفاه ولا بلا بلا والكلام ده كله. لكن الواقع يعني الفتره دي او في العالم ده او في الجزء الجديد اللي احنا عايشينه ده، يعني دي حقبه جديده فعلا على العالم بصراحه يعني. في الواقع ان ده ما ينجحش قوي الايام دي. ليه؟ لان دلوقتي لو انت جامد في اجمد منك، لو انت شاطر في اشطر منك، لو انت بتصرف جنيه في تسويق في بيصرف 10. طيب انا هعمل ايه؟ ما هو انت كده داخل تقول لي اصرف فلوس كتير. لا، انا مش هقول لك اصرف فلوس كتير، انا هقول لك ازاي تحول. بدل ما انت بتصرف الفلوس كتير في التسويق، انت بتعمل التسويق 1 تو 1. الناس هي اللي بتعمل لك تسويق، او الناس بتكسب ثقتك بدل ما تروح تجرب. لان برضو التسويق لما طلع الناس كتير اشتغلت على التسويق بشكل كبير قوي، واكتشفوا الناس برضو كلها اللي بقت عملاء او الناس العملاء اكتشفوا انه في نصب في الموضوع، وناس بيكذبوا حاجات كتير قوي. فالحل بتاع الموضوع الناس ما عادتش بتثق في حاجه اونلاين اصلا. طب احنا نعمل ايه؟ يعني الناس العاديه تعمل ايه؟ الناس العاديه بتقعد تشوف الريفيوز بتاعت الناس، تشوف حد اوريدي من اصحابها جرب ده. الناس بقى اللي بيسوقوا او الناس اللي ماسكين الشركات تسويق بيحسوا بمعاناه شويه ان عشان يوصلوا المنتج او الخدمه او الكواليتي للعميل اللي هو عايزه يشتري. ده كده بكل بساطه اللفه بتاعه التسويق ماشيه ازاي، او انا ليه بعملها. طيب خليني اقول لك، هل التسويق ده بيجي ان انا لما الناس بتعرفني خلاص ما بعملش تسويق؟ لا. ليه لا؟ هسألك سؤال بسيط. هي شركة كوكاكولا وشركة بيبسي والشركات اللي هي القوية قوي دي، حد ما يعرفوش؟ يعني في حد لسه ما يعرفش شركة من دول؟ ما اعتقدش. يعني كل الناس عارفاها في كل حتة في العالم. طب الناس دي لسه ليه مهتمة بالتسويق؟ الناس دي لسه ليه بتعمل تسويق طول الوقت؟ علشان التسويق ده يا جماعة انواع يعني ايه؟ يعني انا بعمل تسويق علشان تفضل فاكرني، وبعمل تسويق علشان تشتري مني، وبعمل تسويق علشان خاطر اشوف ناس جديدة، اجيب ناس جديدة، واعمل تسويق عشان خاطر اشوف الناس المهتمة بيا فاقدر استهدفهم في حاجات بعد كده، حاجات من نفس الخدمة اللي انا بقدمها.
ده كده برضو ده فيجن للدنيا تمشي ازاي. عايزين باقات للتسويق، صحيح عايزين باقات للتسويق يا محمد فعلا. فاحنا ده الكونسبت بتاع الموضوع. فخليني اقول لكم بقى ايه احنا بنتحرك ازاي. اول حاجه، انا علشان اسوق لحاجه او اسوق لمنتج او اسوق لسيرفيس او اسوق لاي حاجه في الدنيا، حتى لو اسوق لنفسي، وعلى فكره التسويق الشخصي ليك، البيرسونال براندنج بقى حاجه مهمه جدا. النهارده لو تسال اي حد بيشتغل في شركه، اي حد بيعين ناس تشتغل، ما بيبص رقم واحد على الشخص، الاتيتيود بتاعه، طريقه كلامه، طريقه تعامله مع الناس، وبعدين يبدا يشوف بقى تعليمه ومهاراته، بيعرف يعمل ايه الكلام ده كله. لان لو انا خدت على التعليم والمهارات هيسوحني لان انا مش عارف هو هيعمل ايه مع العملاء بتوعي. فانا ما ينفعش ان انا اعتمد لو انا بشتغل انا لا انا جامد انا تعليمي، لا انا لازم اتيتيودي يكون كويس، ولازم طريقه الكلام بتاعتي تكون كويسه، وتكون اليجابل مع الناس او الكوميونتي اللي انا داخل اشتغل معاه. مش هينفع اخش اشتغل مع عميل واقول له الكلام نفس الكلام اللي بقوله او نفس الطريقه اللي بقولها انا واصحابي على القهوه او انا وشله بنات قاعدين مع بعض. مش هينفع، ده مش بروفيشنال. وفي الاغلب العميل بيفقد الثقه. يعني انت لما بتقعد، وممكن على فكره العميل ده، يعني اقول لك على حاجه، انت ممكن تمسك، وفي الاغلب ده هيحصل، ممكن يبقى شغال مع عميل انت عارفين بعض شخصيا، صح؟ افصل بين الشغل وبين العلاقه اللي بينكم على القهوه. يعني لازم تفصل بين الاثنين. ليه لما تفصل بين الاثنين؟ عشان يعني وقت الشغل انتوا بتتكلموا في الشغل، وانتوا قاعدين على القهوه هزروا عادي، بس خد بالك ان كل حاجه بترمي انطباع. لان ايه بترمي انطباع؟ يعني انت لما بتهزر هزار بشكل ما ممكن يدي ايحاء للشخص اللي معاك او اللي انت بتشتغل معاه ان انت شخص مش اوير بالشغل، او انت شخص مش لويال، او انت شخص مش بتعرف تشتغل، او مش هتديله الكفاءة في الشغل. الحاجات دي كلها مهمة. ده جزء من البيرسونال براندنج. طيب البيرسونال براندنج ايه كمان؟ انك تقدر تسوق لنفسك وسط المجتمع اللي انت فيه، وسط عيلتك، وسط اهلك، وسط اصحابك، وسط الناس اللي بتتعرف عليها كل يوم. انت بتتعرف على ناس، والمفروض منك ان انت كل يوم تتعرف على ناس جديده. اصلا ان كل ما بتتعرف على ناس جديده انت بتفهم البشر واصله دلوقتي لفين. لان التسويق في الاول وفي الاخر هي مش معتمد على اي بي سي دي وهنمشي. لا، ما هو انت بتتعامل مع بشر، والخدمه اللي بتقدمها او المنتج بتبيعه البشر، وبتستهدف البشر دي. فانت محتاج تفهم طريقه تفكير الناس دي عامله ازاي، يعني طريقه تفكيرهم بقت عامله ازاي، رايحه لفين، بيتكلموا ازاي، بيقعدوا مع بعض ازاي. الحاجات دي كلها مهم ان انت تعرفها بشكل قوي جدا. لان ده هيفرق معاك جدا، هيفرق معاك ان انت تقدر على الاقل تبيع الخدمه بتاعتك. انا بحاول بس ثانيه كده تاجنجا فوتو والشو. طب لحظه اهو، يعني بيتهيألي كده احسن عشان الناس تبقى شايفه. مش عارف، قولوا لي كده احسن ولا ايه؟ يعني عرفوني، هل ده كده احسن؟ اتكلم والصوره دي قدامكم ده افضل، صح؟ مش عارف هل الصوت كويس او ايه. انا بس ببقى عايز اشرب جدا، مش عارف ليه. مش عارف ليه مشربش قدامكم، مش عارف، كسفت تقريبا، مش عارف. المهم، فانت دلوقتي لما تيجي تبيع الخدمه او المنتج او الحاجه اللي انت بتبيعها للشخص اللي قدامك، انت محتاج تعرفها له بشكل كويس، او محتاج ان هو في الاخر يشتري منك، يعني يشتريك انت شخصيا، يشتري الحاجه اللي بتقدمها، الكلام ده كله. طيب احنا هنمشي كده بخطوات ثابته، لازم تبقى دي في دماغك كويس قوي. ودي الستبس اللي انت محتاج تفهمها وتعرفها علشان تحضر للشغل. انا هقول لك دلوقتي، يعني جهز ورقه وقلم وانا بقول الكلام ده.
انا هقول لك ازاي ازاي تهانت عميل، او ازاي تابروتش العميل نفسه، او تابروتش العميل، او ازاي تجيب عميل تشتغل معاه حسب النيش اللي انت عايزه، او حسب المجال اللي انت عايز تشتغل معاه. والمجال ده هنحدده بناء على حياتي واللايف ستايل بتاعي ومعارفي والكلام ده كله. طيب دي حاجه. هتعلم ازاي اعمل بلان، اتعلم ازاي انفذ البلان دي، اتعلم التولز اللي اقدر تساعدني، الطرق كلها اللي تقدر تخليني انجح في الجزء ده على السكيل بتاعي. لان طبعا انتوا فاهمين لو السكيل كبر او عملنا اكسبانشن للموضوع، ان بقى فيه انا عايز مثلا اشتغل مع 100 عميل، فانت محتاج موظفين كتير. بس انا بتكلم دلوقتي على جانب ده مالكش دعوه بيه خالص. انا بتكلم انا واحد قاعد من البيت، او انا بنت قاعده في البيت عايز احسن مصدر دخلي، او عايز ازود فلوس تجيلي، لان الحياه برضو بقى في مصروفات كتير قوي في حياتنا. فعلشان اعمل ده انا محتاج ادخل فلوس اكتر. فادخل فلوس اكتر ازاي وانا في البيت؟ انا بقى جاي اقول لك الموضوع ده، او انا جاي اعلمك الحته دي بالاخص. طيب نرجع للتسويق. اتمنى تكونوا جبتوا ورقه وقلم. اول حاجه يا جماعه لما بنيجي نسوق لحاجه، او لما بنيجي نتكلم عن حاجه في التسويق، اول حاجه بنعملها ازاي تفهم الماركت بليس، او المكان اللي انت بتبيع فيه. يعني ايه تفهم المكان اللي بتبيع فيه؟ انا لو ببيع، عارف انت مش كان في مثل زمان بيقولوا ما تبيعش الفرش او المشط في حاره القرع؟ يعني ما تروحش تبيع المايه في حاره السقايين، الحاجات دي. ما انا مش هينفع، فاهم قصدي؟ يعني يبقى احنا بنحرق جاز على الفاضي، او احنا بنضيع وقت، او احنا بنستهلك وقت وفلوس والكلام ده كله، يعني ما مش منطقي. ولكن في جزء تاني. انا لما اشوف كوميونتي، او اشوف مثلا، خلينا في مثال مثلا ما تروحش تبيع المايه في حاره السقايين، ماشي. لو انا رحت للمثال ده، طب السقايين دول ابيع لهم ايه؟ انا مش هبيع لهم ميه. طب انا ببيع لهم ايه بقى؟ اشوف اي حاجه مع الميه، يعني اشوف اي حاجه تنفع مع الميه. انا ممكن ابيع لهم الازايز اللي بتسقع الميه، الازايز اللي بتحفظ الميه نفسها، اللي بتحافظ على درجه حراره الميه. ممكن ابيع لهم تلج. ممكن ابيع لهم يعني الحاجات اللي تخدم على الجزء ده. طبعا انا بتكلم ده يعني كيس بسيطه قوي، او احنا بنقول اكزامبل صغير او مثال بسيط جدا. بس على النطاق الاوسع فانت محتاج تفهم طبيعه السوق، تفهم طبيعه الماركت اللي انت بتشتغل فيه. او بمعنى صح طبيعه النيش اللي انت شغال فيه. انت شغال مثلا على مهندسين، شغال على شركات تشطيبات، على كافيهات، على مطاعم، على دور ثقافيه، على اعلانات، على فيديوهات، على الكلام ده كله. لازم تفهم الوسط بتاعك. يعني مثلا لو هتشتغل على فيديوهات على السوشيال ميديا، او هتسوق لبلوجرز موجودين على السوشيال ميديا، يعني تمسك انت صفحاتهم ادمن وتسوق لهم على السوشيال ميديا، ممكن تعمل ده ازاي؟ انا مثلا لو عايز اسوق لحد ميك اب ارتست بس هي بلوجر في نفس الوقت، مش عارف ازاي بس تمام، هسوق لها ازاي؟ انا هشوف الميك اب ارتست دي مين زيها في الشغلانه بيعمل نفس الحاجتين، اللي هو بلوجر وميك اب ارتست. دول انا لازم اعرفهم، اعرف الناس دي، لان ده عامل مهم قوي علشان تقدر تبيع، وعشان تقدر تستهدف صح، وعلشان تقدر تحط بلان مظبوطه. طيب انا فهمت دلوقتي المنافس بتاعي. يعني انا عرفت دلوقتي المنافسين بتوعي، الناس اللي بتقدم نفس الحاجه، الناس اللي بتعمل نفس الحاجه بتاعتي، الكلام ده كله. انا دلوقتي المفروض اعمل ايه؟ افهم السوق بقى. افهم السوق يعني ايه؟ يعني افهم انا هبيع لمين، هبيع الخدمه دي لمين. طيب تعالى بعد هبيع لمين دي، انا عايز اعرف كل حاجه عن الشخص اللي انا ببيع له. يعني ايه كل حاجه؟ يعني انا عايز اعرف هو بيلبس ايه، بيسافر ولا لا، معاه موبايل عامل ازاي، شكله عامل ازاي، بيشتري اونلاين ولا لا، بيتحرك فين، بيقعد في كافيهات، بيقعد في مطاعم، ما عندوش وقت، بيشتغل فين. محتاج اعرف عنه يعني اكتر تفاصيل ممكنه. في الاغلب انت اللي بتعرف تعمل ده، يعني مش صاحب البيزنس. صاحب البيزنس بيقول لك جايد. يعني انا عايز ابيع مثلا، لو ميك اب ارتست بيقول لك انا عايز اجيب البنات اللي بتخطب او رايحه افراح، او العرايس، او الكلام ده. بس هو الموضوع اوسع من كده. انت بقى المفروض تدور مين تاني تقدر تسوق له، او ازاي تسوق له. فانت ده اللي بتعمل الريسيرش بتاعك، او مين بيبيع نفس الحاجه، مين بيعمل نفس الحاجه، انت ممكن تستهدف مين بشكل جديد، بشكل كرييتيف، بشكل كويس، الكلام ده كله. دي اول حاجه. يبقى احنا محتاجين نعرف ايه السوق بتاعنا، محتاجين نعرف المنافسين بتاعتنا،
محتاجين نعرف ايه الحاجة اللي احنا بنعملها او المنتجات اللي شبهنا او الخدمات اللي شبهنا. محتاجين نعرف ايه العيوب والمميزات في الحاجة اللي احنا يا بنعملها يا بنبيعها يا بنقدمها يا الناس اللي حوالينا بتعملها. محتاجين نفهم ليه انا مش هكبر الموضوع واقول لك احنا لازم نعمل سوات اناليسيز ونشوف نقط القوه ونقط الضعف ونقط مش ده مش قصتك دلوقتي. يعني ده مش قصتك. سيب الكلام ده للناس اللي بتبيع كورسات. انا مش ببيع كورسات. انا بقى لك دلوقتي فلو حلو تعرف تشتغل منه فلوس من غير ما الموضوع يتجعلص في دماغك. لان انا عارف ناس كتير قوي جربت تاخد كورسات سوشيال ميديا او ديجيتال ماركتنج او كده وما حبوش الموضوع بسبب يعني طريقه الموضوع ما كانتش لذيذه. فانا بحاول ان انا اسهلها لك بشكل كبير يعني. فانت محتاج تفهم ايه المميزات والعيوب في الحاجه اللي بتتقدم. الاول كنا بناخد ده ان انت محتاج تعرف ده لاخر 5 سنين. بس الكورونا لما جت غيرت المفهوم، يعني غيرت الموضوع. لان ما عادش 5 سنين مقياس. ده سنه الكورونا مش مقياس، والسنه اللي بعد الكورونا على طول مش مقياس، ال 22 مش مقياس، 23 مش مقياس. ليه؟ الاحداث الكبيره العالميه اللي اتحكمت في الاسواق كلها اكبر بكتير، يعني ما حصلتش قبل كده. فانت محتاج والناس كمان مش يعني الناس كمان اتيتيودها هتغير في اخر 5 سنين دول 9000 مره اصلا. فانت محتاج تعرف على الاقل اخر 6-7 شهور، اخر سنه. وده احسن لك. كل ما انت ما هتعرف اكتر، انت مش بتعمل العمليه دي كتير، انت بتعمل العمليه دي لاول مره بس. فكل ما انت عرفت اكتر، كل ما قدرت تبيع احسن، كل ما قدرت تفهم اكتر، كل ما قدرت يعني تعرف الموضوع بشكل اقوى كويس قوي. طيب محتاج تعرف ايه دايما؟ يعني دايما انت محتاج تعرف ايه، سواء انت بتبيع حاجه، بتبيع خدمه، بتبيع منتج، الكلام ده كله. محتاج تعرف ايه المشاكل اللي حصلت في الحاجه دي. يعني ايه المشاكل اللي حصلت في الحاجه دي؟ لازم تفهم كويس قوي ان اي منتج واي خدمه في مشاكل بتحصل مع العملاء، ومشاكل بتظهر في المنتج او الخدمه. ايه المشاكل؟ يعني ايه المشاكل دي؟ لان انت دورك علشان تنجح انك تدور على حلول سهله وسريعه للمشاكل دي كلها. يعني في مشكله ظهرت في وقت من الاوقات، الفوتوغرافرز كانوا بيبيعوا، كانوا بيسلموا الصور بعد 50 يوم و60 يوم وحاجات كده. انت لو داخل تسوق لفوتوغرافر هتعمل ده ازاي؟ يعني ما هتمسك له برضه 50-60 يوم؟ مش منطقي. او هتسلم بعد 50-60 يوم، يبقى انت ما عملتش حاجه في السوق جديده. انت المفروض عشان تعمل حاجه جديده لازم تحل المشاكل اللي موجوده. وهنا انت بتبدا تخلق العلاقه الشخصيه او الريليشن بينك وبين العميل اللي انت المفروض تستهدفه. لان العميل نفسه يا جماعه، ما العميل نفسه هو اللي عنده المشكله. هو انت بتبيع لمين؟ انت بتبيع لعميل، فالعميل نفسه بقى عنده المشكله. فانت محتاج بقى تحل له المشكله عشان يفضل معاك بشكل احسن وبشكل اكبر. طيب ده جزء مهم قوي. لازم تفهم في السنه اللي انت درستها عن العميل بتاعك او عن الناس بتاعتك، اخر سنه اللي احنا قلناها، ان مهم ان انت الماركت ريسيرش بتاعك او الماركت بليس اللي انت هتشتغل فيه مهم انك تفهمه. محتاج تفهم مين في المنافسين بتوعك كان في مشاكل اخر مثلا سنه، المشاكل دي هو حلها ازاي. محتاج تعرف الاثنين دول، ايه المشاكل اللي ظهرت في اخر سنه واتحلت ازاي، ومين حلها. لان دول هيفهموك انت بتنافس مين بشكل قوي. لان ده هيكون هو الاذكى دايما اللي بيحل. ده الاذكى وده اللي عمره طويل قوي مع العميل. فدي حاجه نعرف كده الدراسه او الشكل المبدئي للسوق اللي احنا شغالين فيه. تفهم العملاء بتاعتك دي يعني ايه، تفهمها، تفهم انت هتبيعله ايه، هتبيعله ازاي. الحاجات دي كلها هي اللي بتتحكم بعد كده في البلان اللي انت المفروض بتعملها. خلصنا من جزء مهم قوي اللي هو يعني انا هقول لك برضو الستبس اهو. understanding your marketplace. ده اللي انا قلته اللي فات ده اسمه كده، انك تفهم الماركت بليس، السوق اللي انت داخله وهتبيع فيه والمنافسين بتوعك. تفهم القصه دي، وده ريسيرش لازم يتعمل. ليه يتعمل؟ عشان خاطر تقدر تنجح ويبقى ليك عمر في الشغلانه. خليني اقول لك يعني ايه ليك عمر في الشغلانه، ربنا يدينا ويديك طول العمر. عشان العميل دايما يثق فيك، العميل بتاعك. يعني احنا دلوقتي عندنا 2، العميل ده انت، الكلاينت ده الاند يوزر اللي انت بتبيع له. اتفقنا؟
العميل بتاعك انت تعرف منين انه واثق فيك، وتعرف منين ان انت شغلك ناجح؟ لما يجدد معاك. ويجدد معاك شهر بشهر، ده معنى كده ان انت بتأدي وظيفتك الى حد ما كويس. المفروض انت كل شهر بتتطور عن اللي قبله، ده طبيعي يعني، ده المفروض يحصل، انك طول الوقت بتذاكر ومتابع الترندات ومتابع الناس اللي بتقدم حلول زياده. ايه الحلول اللي ظهرت في العالم كله تقدر انت تستخدمها انها تساعدك في حلول تانية اكتر، التفاصيل دي كلها. طيب ايه كمان؟ خليني اقول لك بالظبط، انا بس حاطط لك نقط كده علشان يعني النقط دي عشان اوصل لك الموضوع ببساطه، مش عايز اجلص لك الدنيا شويه. انا دلوقتي ممكن اعمل طريقه كده، طريقه يعني حلوه، مش هنسميها اسم حلو، مش هنسميها اسم وحش، او مش هنقول عليها حاجه سلبيه يعني. الطريقه دي انا ممكن اشوف الحاجه اللي انا بعملها، انا اسف، او المنتج اللي انا ببيعه او السيرفيس اللي انا ببيعها او الكلام ده كله، واحاول اعمل سيرفي للناس اللي حواليا. طب السيرفي ده اكيد مش ورقه وقلم والجو ده، لا عادي يعني. خلينا نتكلم مثلا ايه، انا بفكر مثلا خلينا نتكلم في دكتور مثلا، دكتور عيون، انا عايز اعمل ليزك، انا كامجد عايز اعمل ليزك مثلا، تمام؟ طيب انا ازاي هعرف دكتور عيون؟ ازاي هعرف دكتور عيون؟ ازاي اعرف دكتور عيون ده حلو ولا لا؟ ماشي، انا اروح اسال كذا حد. طيب ايه كمان؟ انا خليني المثال ده مش هقدر يعني مش هينفع يريليت هنا، بس خليني اقول لك على حاجه. شايف البتاعه دي؟ البتاعه دي هي شاحن يو اس بي، وبيطلع منه كيبل يو اس بي 2 ولايتنج بتاع الايفون، والتايب سي، تايب سي كونفرتر كده. انا دلوقتي عايز اعرف البتاعه دي انا لو شغال فيها، لو انا ببيعها، انا هكسب ولا لا؟ طيب انا ينفع اروح اقول للناس انا ببيع 1 2 3 لو انا بعمل ريسيرش الاول؟ لا. انا ممكن اقول للناس اللي حواليا، الكوميونتي اللي حواليا، اصحابي، قرايبي، الكلام ده، بقول لك ايه، انا شفت حاجه عمليه جدا، بتنفع باي باور بانك لو انت معاك كذا موبايل او كده، فيها كذا كابل شحن وصغيره وملمومه، مش سلوك كتير طالعه، اجيب لك معايا؟ لو قال لك لا انا مش مهتم، تمام، شوف بقى الكلام ده على 10 وعلى 20 بني ادم. ال 20 بني ادم دول لو في 10 مهتمين فانت واخد خطوه كويسه. لو في اقل من 10 مهتمين وانت عارف ان المنتج ده ناجح وبيتباع، فانت عندك مشكله في طريقه عرض المنتج، فانت محتاج تحل القصه دي الاول. شوف انت بتعرض المنتج ازاي. لو في اكتر من حد اشترى فانت نجحت في الحته دي. دي الفكره بتاعت السيرفي. انا لما اجي اعمل سيرفي ازاي، انا بحاول برضه ابسطها لك بشكل اكبر. لو انا عايز اجيب موبايل ايفون، فانا محتاج هسال مثلا انتوا بتجيبوا ايفون منين يا جماعه، واشوف الناس اللي حواليا بتجيب ايفون منين. الناس اللي حواليا بتجيب ايفون منين مثلا، واشوف الناس دي اللي بتبيع نفس المنتج هم اقوياء في ايه، هم ليه عاملين الصيت ده، تمام؟ عايز اجيب بدله، اروح انا مثلا محمود فرج بتاع البدل، انا برتاح هناك والدنيا جميله والراجل محترم جدا وفي الشياكه والدنيا معاه جميله جدا. اسال الناس انت بتجيب منين، فيقول لي مثلا من اكس، من واي، من فلان، من فلان، من فلان. هدخل انا اشوف الكلام ده كله. ليه هدخل اشوفه؟ وهدخل اشوف نجحوا ازاي. ليه هعمل كده؟ عشان أنا لو همسك تسويق مثلا لحد بيبيع بدل، فانا لازم افهم الناس ايه عجبها في الناس دي كلها عشان اقدر استهدف الناس. ما هو انا لازم افهم دماغهم. فدي السكه اللي ممكن تدخلك. انا اتمنى تكون الجزء اللي فات ده بس ايه، سنستوا فيه يعني علشان خاطر يبقى الموضوع بسيط. وممكن برضو الناس اللي انتوا يعني لو عايزين حد يشتغل من البيت ويكسب فلوس، ممكن تبعتوا لهم اللايفات دي عشان خاطر هم هيستفيدوا. طيب ايه كمان ممكن اعمله لما هشوف؟ يعني انا عملت السيرفي ده، عرفت مشاكل الناس، يعني انا عرفت هم ليه بيشتروا منهم وايه المشاكل اللي قابلوها. يعني بقول لك ايه، مش عارف، مش حاسه كده الراجل ده، يقول لك يا عم ده الناس بتقول عليه 1 2 3، يا عم ده الناس تشتكي مثلا من التسليمات، من المعامله اللي هي الفولو اب بتاعه، من اللي هي المعامله بعد البيع او خدمه ما بعد البيع، كل الكلام ده.
ما كل الكلام ده انت بتفهم، وانت بقى المفروض دورك كمسوق انك تقعد مع صاحب البيزنس وتحاولوا تدوروا على حلول للمشاكل دي. ليه تدوروا على حلول؟ لان دي الشغلانه، انت لو طلعت بحلول الناس هتجيلك انت. طيب جميل قوي لحد هنا. آه الداتا اللي انت جمعتها دي كلها، او الحاجات اللي انت دورت عليها وجبتها والكلام ده، طبعا الكلام ده اكيد مكتوب، يعني الكلام ده اكيد انت بتكتبه، والكلام ده اكيد مش بكلامي ده. انا كلامي ده انا هسيب لك اللايف عشان خاطر تستفيد، لان انا هدفي في الاول وفي الاخر ان انت تستفيد. انا قصدي ال بعد ما بتجمع المشاكل وحلولها والكلام ده، تعمل انت بقى تحليل كده منطقي تشوف هل انت هتقدر دلوقتي تحاول او هتعرف تحل المشاكل دي كلها، وهتحلها ازاي، وتكلفة حلها طب ما هتزيد على المنتج. الكلام ده كله محتاج تدرسه ويكون قدامك بارقام يا جماعة. يعني انا عارف ان المشكلة احنا عندنا كلنا مشكلة في الارقام، اللي هو انا هعمل ايه، طب في كام واحد اشترى، طب انا المتوقع ابيع لكام واحد، طب المتوقع ايه. يعني ارقام يا جماعه لازم يبقى في ارقام قدامك. الارقام دي هتحطك على ارض صلبه جدا. يعني مثلا المسجات، مثلا لو انت بتستهدف حد، فانت محتاج تشوف انت جبت كام مسج مثلا لكل 1000 جنيه، لان ده هيحدد طب ال1000 اللي بعدها جبت عليها كام مسج. طيب ال1000 جنيه دي كانت بالك 1000 جنيه واحده ولا ميات ولا امتينات. محتاج تفهم كل ده وتسجل الارقام دي. ده هيفهمك الاستراتيجيه بتاعه التشانلز اللي انت بترمي عليها، او الوسائل التواصل الاجتماعي. يعني معظمنا دلوقتي بقى بيشتري من الحاجات دي، او بيعرف المنتج من السوشيال ميديا عموما. فالحاجات دي اللي هتفهمك الاستراتيجيه. انا لما اجي دلوقتي اعمل اعلانات ب 200 وب 200 وب 200 وب 200 وكده، ولا اعمل ب 1000 جنيه على حاجه قويه، انا وجهه نظري اعمل ب 1000 جنيه ما اعملش ب 200. ليه؟ في استراتيجيه كده مثلا في الفيسبوك بيقول ان لو انت كل ما تدفع اكتر كل ما هتاخد نتائج احلى. فهو بيعمل كده، يعني هو بيعمل كده، فانا همشي بنفس التفكير بتاعه. ليه؟ علشان اعرف اخد اعلى نتيجه وافضل نتيجه ممكنه. فانا محتاج احلل كل الكلام ده بارقام، واحط الارقام قدامي عشان ابدا احط حلول للموضوع ده. الحاجات دي كلها هي الجايد بتاعك، هي اللي بتتحرك معاك اول حاجه. يعني دي الخطوات. هقول الخطوات تاني. اول حاجه انت بتفهم الماركت بليس، او بتفهم الكوميونتي او السوق اللي انت بتشتغل فيه، دي اول خطوه. تاني خطوه بتفهم الريسيرش بتاعك عن المنافسين، عن المشاكل، عن حلولها، عن الكلام ده كله. لازم تفهم ده. هتعمل تحليل لكل الكلام ده وتشوف ازاي انت تحل بقى المشاكل دي. بعد ما تعمل اناليسز، تحليل للمشاكل الموجوده واللي ظهرت واللي الناس اشتكت منها، هتعمل لها اناليسز، وبعدين تبدا انت تحاول تطلع حلول للحاجات دي. ليه تطلع حلول؟ عشان هو ده اللي هيخليك تنجح. يعني هو ده المفروض اللي انت هتبيع بيه او هتنجح بيه، ان انت تحل المشاكل او تحل الحاجات اللي الناس اتضايقت منها. وتحاول تشتغل دايما طول الوقت على الكوميونيكيشن سكيلز بتاعتك، عن التواصل بتاعك، طريقتك مع الناس، طريقه عرضك للمنتج او الفكره بتاعتك، الكلام ده كله. في سكه كده دايما لازم تفهمها. في حاجه اسمها الهندسه العكسيه يا جماعه. ايه الهندسه العكسيه؟ ان انا لو شفت حاجه حلوه اشوف اتعملت ازاي، ارجع لها بالعكس، ابنيها كده، اخد الجذر بتاعها وابدا ارجع بالعكس لحد ما افهم هي ماشيه ازاي او اتعملت ازاي. يعني هقول لك على حاجه. ده يعني دي سكه. في سكه تانية انا بشوف انها يعني صهيونيه شويه يعني سكه استخباراتيه قوي. انت بتروح تعمل انترفيوز في عند المنافسين، تروح تسالهم انا بقى عايز اشتغل، عايز اعمل كذا كذا. انت لما هتدرسها هتفهم هو محتاج ايه بالظبط، فهتروح تشوف السيستم جوه الشغل عامل ازاي، تروح تحاول تعمل انترفيو. الكلام ده انا بقول لك لو انت عايز تحول الموضوع بروفيشنال قوي، بس انت في الشغل البيت مش هتحتاج ده قوي، بس هتحتاج على الاقل تعرفه عشان لو في يوم بتاخد خطوه تانية تبقى فاهم ده. في حاجات تانية هقول لك ايه تاني. يعني في حاجات كده زياده مش هقولها لك الصراحه. لازم تفهم من العميل. يعني انت لما بتقعد مثلا
مع العميل بتاعك. احنا اتفقنا العميل ده العميل بتاعك اللي انت قاعد معاه، ده صاحب البيزنس. الكلاينت ده اللي انتوا الاتنين المفروض تبقوا له في الاخر. تمام. انا لما بروح بقول له انت عايز تسوق ازاي؟ لا، ماليش دعوه، هو ملوش دعوه، ما يعرفش، هو اصلا ما يعرفش. انا بروح اقول له انت عايز توصل لفين، انت عايز ايه، انت يهمك ايه. يعني واحد وتشوف عنده ايه اقوى حاجه برضو، خلي بالك، يعني لازم تعرف ايه اقوى ميزه تنافسيه عنده، ولازم تعرف هو يعني اقوى ميزه تنافسيه عنده وفين نقطه ضعفه، واكتر حاجه الناس طالباها ايه. يعني الثلاث حاجات دول لازم تركز فيهم قوي، لان دول هيبقوا جايد ليك كويس قوي وانت بتتحرك يعني. فلازم تبقى فاهم التحرك ده، انا عايز اروح لفين. والله انا عايز ابقى عندي مثلا فولورز كتير، بس الناس دي عارفاني وعارفاني كويس وافضل معاهم على طول. فالمطلوب منه كده ان هو هيعمل ريليشن مع الناس اللي بتجيله العياده طول الوقت، وهيفهمهم ان هو في فولو اب دايما على السوشيال ميديا. هيحاول كل اسبوع على الاقل يطلع لايف واحد يرد على الناس كلها. مع التكرار ده هيبقى عنده بيس جراوند كويسه انه يبيع لها الخدمه بتاعته. لان دايما انت لما بتبيع وبعدين تختفي، ما بتبيعش تاني او ما بتطلعش تاني، الناس انت رجعت تاني انت مين؟ فاهم قصدي؟ يعني الناس عندها كلها الحته دي، حصلت معايا وحصلت مع غيري وحصلت مع الناس كلها. يعني كل الناس بتتعرض لده عادي. فانت المفروض ترجع لده ازاي؟ ترجع ان انت تقدم نفس المحتوى اللي بتقدمه، او بتقدم محتوى متطور شويه عنه، الكلام ده كله. لما بتساله انت عايز تروح لفين، فانت بتاخد منه مثلا هو الهدف، انا عايز يبقى عندي مثلا 100,000 فولور والناس دي كلها عارفاني. ده حاجه كبيره اهو. طيب تعالى نقسم ده كده لحاجات صغيره، الاهداف الصغيره او السمارت جولز. الاهداف الصغيره دي بصرشوا على السمارت جولز دي. الاهداف الصغيره دي ايه؟ احنا هنوصل للمكان البعيد ده ازاي؟ يعني انت لو معاك عربيه ومش عارف انت رايح فين، هتفضل تلف. هنروح ازاي؟ لازم ابني علاقه مع الناس، لازم اتحرك مع الناس، لازم الناس تعرف ان انا بقدم لها حاجات تفيدها، حاجات تفيد الناس بجد، مش حاجات تانية، حاجات لازم تفيد الناس بجد. لازم افهم ده واحاول احط بلان ده. طب هل بلان واقف على دي؟ لا، ده هدف واحد، ده هدف واحد عندي. فشوف انا قسمته فردته ازاي. انا هفرضه مثلا على 3 شهور، هفرض 3 شهور دول المفروض مني 3 شهور دول في 4 اسابيع. يعني انا بتكلم في 12 لايف. 12 لايف دول يعني 12 مشكله وهو بيقدم حلها في لايف. واللايف ده هيبقى المشاكل وانت بتقدم حلها، زائد غير المشاكل وبتقدم حلها، انت كمان المطلوب منك ان انت تعرف الناس حاجه جديده، تعلم الناس حاجه جديده، ترد على اسئله الناس بشكل مستمر. الحاجات دي كلها هي اللي بتبني العلاقه مع الناس، بتخليك بعد كده انت لو قلت اي حاجه. وعلى فكره ده كمان لو قلت اي حاجه الناس هتعرفها وتسمعها وكل حاجه بس هيخليك كمان الناس تحكي عنك والناس ترشحك لناس تانية. وده بالنسبه لك في اي بيزنس اكيد مهم، في اي شغل اكيد مهم، لان هو ده الماركتنج بجد بقى. ودي النقطه اللي انا بقولها لك من الاول، ان انا بقول لك التسويق بجد مش انك تقعد تصرف فلوس في اعلانات. لا، التسويق بجد انك تقدم خدمه قويه وتقدم ريليشن مع العميل، مع الكلاينت قويه جدا، لدرجه ان العميل هو اللي يرشحك او الكلاينت هو اللي يرشحك. يرشح مين؟ يرشح العميل. انت كمان بتعامل كده مع العميل بتاعك، ان انت بتقدم له الخدمه قويه، بتقدم له متطلباته بالظبط، بتحقق له اهداف اكتر من اهدافه والكلام ده كله. فبناء على كده هو هيرشحك لناس تاني. نفس الفكره بالظبط. طيب لازم تعرف كده هو ايه المتاح بالنسبه له وايه مش متاح. يعني هو متاح بالنسبه له ان هو يطلع لايفات ويشغل اغاني ويسقف زي اللي بيحصل على التيك توك، ولا مش متاح بالنسبه له الكلام ده؟ هيطلع متاح بالنسبه له يطلع يقول ممنوعات يا صاحبي والجو ده، ولا مش سكته؟ هيطلع يقول يا جماعه ده المنتج 1 2 3 ويرميه على الناس ويعمل انبوكسنج والكلام ده، ولا ده مش سكته؟ هيطلع يتكلم لابس فورمال والكلام ده كله، ولا ده مش سكته؟ لازم تفهم هو عايز انهي سكه. هيمشي سكه بروفيشنال تصور فيديو بالسؤال والاجابه عادي، هيمشي سكه تيك توك اللي هو يخش يطرقع والكلام ده، هيمشي ازاي؟ لازم تحط كل ده في البلان. انا ممكن بس اشرب عشان خاطر ارجع اركز تاني معاكم. في ميثود كده في حاجه ميثود كده كنا اتعلمناها زمان في الماركتنج،
بيقولوا ايه؟ بيقولوا العب اللعبه بالعكس. يعني ايه بالعكس؟ ايه اخر نتيجه انت عايز توصلها، او ايه النتيجه اللي انت عايز توصلها؟ ان الكلاينت يشتري من العميل. طيب الكلاينت هيشتري ايه؟ هيشتري امتى؟ لما يحس ان الحاجه دي فادته. تمام، بس دي مش الخطوه اللي قبلها. هيشتري تاني امتى؟ لما يتبسط من الحاجه اللي اخدها. وبعدين اللي قبلها لما يحس ان الحاجه دي فادته. اللي قبلها لما الحاجه دي او الشحنه او طريقه التواصل مع العميل كانت كويسه، كانت بروفيشنال وكانت شيك. اللي قبلها ان يشوف طريقه العرض، فيه تراست في الموضوع، ان يسال الناس اللي يشوف الفيدباك اصلا عندك على الصفحات. سيب الفيدباك مفتوح للناس كلها. شوف انا لما تمشيها بالعكس هتبدا تعرف ازاي تستهدف. طيب ازاي استهدف بقى؟ بص، اول حاجه انت بتروح للمشاعر. يعني ايه؟ يعني انت لما بتروح تبيع حاجه بتروح تبيع على حسب المشاعر اللي الانسان هيحسها. انا مثلا انا بسوق لمطعم، مطلوب مني عشان ابيع المطعم ده اللي قدامي يحس بايه؟ انه جعان، صح؟ طيب ومطلوب مني انه يحس بايه وهو جعان؟ يعني انا المفروض يحس انه جعان. في شعور تاني لازم اوصله له وانا بسوق. ايه الشعور التاني؟ ان احسسه ان الاكل اللي انا هبعته له ده هيشبعه وطعمه حلو ويحسسه بالسعاده. فازاي انت هتحط الفكره بناء على العوامل اللي انا قلتها دي؟ هي دي النقطه اللي انت ممكن تشتغل عليها. هي دي التريك اللي هتبقى مميزه عندك عن غيرك، وهو ده الخطوه اللي انت لازم تتحرك ليها طول الوقت. ده يعني تعال نطبق ده. مثلا ان هقول لك في منتجات كتير، في ناس بتبيع ميك اب، في ناس بتبيع لبس، في ناس بتبيع حاجات للشعر اصلا، خدمات وحاجات كده. الناس دي كلها علشان تسوق الحاجات دي محتاجه تعرف العميل في الاخر عايز ايه. يعني انا مثلا لو بسوق لميك اب ارتست، ده العميل. الكلاينت بقى في الاخر عايز ايه؟ اول حاجه عايز الماتيريال او المنتج يفضل ثابت معاه، ويفضل شكله حلو، ما يفضل شكله حلو لاخر المناسبه بتاعته. دي اول حاجه. تاني حاجه الماتيريال تبقى نظيفه، ويعني يفضل شكله حلو. ده الشعور، ده الاحساس اللي احنا هنشتغل عليه، ده الفيلينج. اللي قبلها على طول الماتيريال ما تبقاش بتضر البشره. تمام، منطقي. قبلها على طول الانتظام في الوقت. الانتظام في الوقت. قبلها على طول التعامل معاه. قبلها على طول طريقه الحجز والطريقه الشيك البروفيشنال. دول الحاجات العوامل اللي انت بتشتغل عليها. مثلا لو بتسوق ده مثلا ميك اب ارتست بتسوق لكافيه، هتسوق له ازاي؟ بلاش كافيه، عشان هو المفروض، يعني مش هقول لك ليه بلاش كافيه، عشان خاطر انت المفروض هنا يعني اغلب الناس اللي هتشتغل من البيت دول بنات، فما اعتقدش ان حد فيهم يسوق لكافيه، مع انه فكره كويسه جدا. هسوق لكافيه، فانا هسوق لكافيه ازاي؟ هشوف بيقدم ايه اقوى حاجه عنده، وهشوف ايه اقوى حاجه ممكن يعملها مش موجوده عند الناس كلها اللي حواليه. تمام. وهحاول ابين للناس شعور الراحه. ما الناس بتنزل تروح الكافيه ليه يا جماعه؟ يعني منطقي، ما هو اي حاجه بتتعمل جوه الكافيه انت تعرف تعملها في البيت، بس انا بروح ليه؟ عشان ارتاح، افصل من الدوشه. فانا لازم احط الاوبشن ده عندي وانا بشتغل على التسويق، او انا بفكر ازاي اسوق له. ازاي؟ انا دلوقتي عشان اشتغل اسوق لكافيه، فانا محتاج ابين الناس لما هتقعد بتحس بالراحه، صح؟ محتاج ابين ده. محتاج مثلا اقول لك فكره، ممكن تعمل فكره فيديو حد بيطلب اوردر مش سهل، اوردر رخم شويه، وتحط ستوب ووتش الساعه كده تبقى قدام الناس في الفيديو، وتشوف الاوردر وصل في قد ايه او جاله في قد ايه. الحاجات دي مهمه جدا مع الناس على فكره. الواي فاي سريع ولا مش سريع؟ ما هو كافيه. الاضاءه حلوه ولا سيئه؟ المكان تهويته عامله ازاي؟ الحاجات الخدمات اللي بتقدم لك الراحه. انت في الاخر بتدور على ايه؟ ان العميل اللي انت بتبيع له او الكلاينت اللي هيخش الكافيه ده لازم يحس بالراحه. ده الهدف اللي انت رايح له، ده الهدف. فالهدف ده تعال ناخده بقى نفصصه لحاجات صغيره. انا ازاي اوصل للهدف ده؟ ازاي احقق الهدف ده؟ تعال نشوف. احنا اتكلمنا دلوقتي المكان اللي بيقعد فيه، التهويه، الواي فاي، المشروبات، الكواليتي بتاعتها، شكل الناس اللي قاعده. شكل الناس اللي قاعده ده مهم جدا، الايمج بتاعتهم. عنده العاب شيك ولا لا؟ مش لازم بقى طاوله ضمنه فيها العاب تانية لذيذه وجميله وشيك والكلام ده كله. انا بقول لك افكار ممكن ترمي عليها تسويق.
الكلام ده يا جماعه افكار بزيرو بادجت، يعني انا بكلمك في افكار ممكن تعملها مش هتكلف العميل بتاعك 20 جنيه اصلا، بدل ما يروح يجيب حد مشهور وانفلونسر ويجيب ناس ولا اي حاجه من دي. احنا بنشتغل اهو بطريقه عادي جدا، الاولد سكول اللي يجيب ناس، لان الناس دلوقتي ما عادتش بتثق في حاجه تانية. فلازم تفهم ده. ومثلا هنروح لمين تاني؟ احنا قلنا ميك اب ارتست، هنروح يعني اقترحوا معايا ناس او اقترحوا معايا حاجات، انا بحاول افكر. حد مثلا بيبيع مكتبه ادوات مدرسيه مثلا. انا اسوق لمكتبه ازاي؟ خلي بالك المكتبه من الحاجات الصعبه جدا ان انت تسوق لها، لان هي حاجه احتياج بس بتفرق. يعني هو منتج منتشر او خدمه منتشره كويس جدا، فهي بتفرق. طب انا لو عايز اسوق لمكتبه، إيه المفروض امشي عليه؟ هشوف مثلا ايه اكتر قلم مشهور والناس بتحب تكتب بيه، تمام؟ هسيب ده في اول فيز، يعني اول ما الناس تخش المكتبه تشوفه. دي اول حاجه. تاني حاجه، اللي جاي المكتبه ده ما ينفعش يبقى فيه حاجه مش موجوده. طيب ده هيكلف العميل بتاعي، جايز معهوش فلوس يجيب كل حاجه، تمام، بس ياخد رقم الكلاينت في الاخر لو حاجه مش موجوده ويجيبها له ويوصلها له كمان. هتفرق كتير. يعمل قناة تليجرام وتشانل تليجرام مفيش حد بيشوف ارقام حد، يحط فيها العملاء ويكتب مثلا انا هجيب كذا يوم كذا، حد عايز ويعمل رياكت حاجه كده. دي كلها طرق ان انت ممكن تعملها. مكتبه ايه تاني؟ يعمل جيف اواي، والله العظيم يعمل جيف اواي. يعني فكره جايه لها، يعمل جيف اواي انه هيعمل مثلا هديه مثلا دخول مدارس. لو انت مثلا عندك 10 سنين، احسن واحد هيكتب اسمه بخط حلو هياخد منه هديه. والله يعني دي جيف اواي لذيذه. او العب على فكره الجيف اواي عموما، ان يعني مثلا اكتر واحد هيشتري اقلام ملونه، يعني جيف اواي يحبها الاطفال، وحط هديه في الاخر يحبها برضو العميل اللي انت بتبيع له او الكلاينت اللي انت بتبيع له في الاخر. انا بكلمك في افكار ممكن تفيدك كويس جدا، ممكن تخليك ان انت لما تيجي تبيع حاجه زي كده، او لما تيجي تقول للعميل بتاعك والله احنا ممكن نعمل 1 2 3، ده بتعمله بناء على الريسيرش بتاعك، بناء على انت في كام واحد منافس ليك، طب المنافسين عندهم ايه مش عندك، طب انت اقوى منهم في ايه. لازم تعمل ده. وارجوكم لو انت شغال مع مكان او شغال مع عميل، حاول تروح تبص على اضاءة المكان. اضاءة المكان دي هتفرق قوي في شكل المكان ونفسية الناس وهي داخله المكان. وحاول انت تصور صور لايف. يعني ايه تصور صور لايف؟ تصور صور للمكان بس تكون صور حلوه. بدل ما تروح تجيب فوتوغرافر، هتصور صور حلوه اهو بموبايلك وهتطلع صور مظبوطه. بس اكيد لازم تبقى متعلم التصوير، يعني ده اكيد لازم تبقى متعلم التصوير عشان تقدر تطلع صوره مظبوطه وتستخدمها بعد كده على السوشيال ميديا. وبينها ووضح ده للناس. الناس بتثق في الجزء ده اكتر دلوقتي من زمان. يعني كانت الناس بتروح على الحاجه الفيك البلاستيك، دلوقتي لا، دلوقتي الناس معظمها بقت عايزه الحاجه الحقيقيه اللي يحسسوها انه لا، المنتج ده حقيقي، المنتج ده بتاعنا، المنتج ده يعني حاجه خاصه بينا. بيتهيألي ان انا يعني خلصت جزء كويس، جزء مهم. في الاغلب هسيب لكم اللايف عشان خاطر تستفيدوا. ممكن تبعتوا انت لكل الناس اللي عايز تستفيد. انا في الاول وفي الاخر يا جماعه انا عايز افيدك، والله العظيم عايز افيدك، عايز اساعدك في حاجه، لان انا بيعت ناس كتير عايز تشتغل، انا ما عنديش حاجه اشغلهم، بحتاج تيم بس انا ما اعرفش ناس شخصيا بصراحه. فانا يعني بقول لك حاجه تشغلك من البيت في الكوميونتي اللي انت فيها، ايا كان البلد اللي انت فيها، وايا كان المكان، وايا كان الناس اللي حواليك، انت هتشتغل وهتعرف تزود دخلك بشكل كويس وبشكل حلال وبروفيشنال جدا، وهتتعلم حاجه جديده وهتحاول تملى وقتك بشكل شيك ويدخلك دخل. انا بعمل كده ليه؟ حاجه بيني وبين ربنا، عشان اطالب طلب معين بصراحه. خليني صريح معاك، اللي انا بقوله ده انا ببيعه. انا ببيع الكلام ده اوريدي في ورشه انسان بعين مصور، بس ببيع معاه حاجات كتير قوي قويه جدا هتساعدك طبعا في التسويق وفي الشغل، يعني هتساعدك جدا 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 جدا. اصلا انت التصوير ده هتقدر ان انت تخش اي مكان تصور وتشتغل عنده على السوشيال ميديا وديزاين والكلام ده هيخلص معاك بسرعه جدا. فانا بقدم لك محتوى التسويق اهو
لسه طبعا ما خلصناش، اكيد لسه في خطوات تانية كتير. انا هحاول اطلع لك كل شويه في جزء. انت بس مطلوب منك تذاكر الجزء ده، تذاكر الفيديو كده بورقه وقلم زي الشاطر، وبعد ما تذاكره بورقه وقلم قبل ما نطلع اللايف الجاي تراجعه، وتعمل ريسيرش عن الناس اللي حواليك. انت بقى مطلوب منك ايه دلوقتي؟ اول حاجه تراجع اللايف ده بورقه وقلم، تشوف اهم النقط اللي انت عايزها. هتراجع الكلام ده قبل ما نطلع مع بعض لايف تاني عشان تبقى مجمع انا بقول ايه. هتشوف مين الناس اللي حواليك بتشتغل في ايه الكوميونتي اللي حواليك اللي انت حابب تشتغل فيها او معاها. يعني ايه الناس اللي انت حابب، دول العملاء بتوعك. انا حابب اشتغل مثلا الميك اب، حابب اشتغل الناس اللي بتبيع حاجات هاند ميد، حابب اشتغل لاي حاجه من دول. لازم تبقى فاهم انت هتبيع، يعني انت كشخص مسوق هتبيع للعميل ايه نوع العميل ده. حاول تجهز ده بورقه وقلم. انا عامل عندي في البايو كده في زي تشانل على الانستجرام كان موجود فيها المهتمين بالتسويق والديجيتال ماركتنج. خش فيها، احنا بنتكلم عليها على طول. خش وحط لي الناس اللي حواليك او الناس اللي انت عايزها، او سيبها معاك في ورقه عشان خاطر بعد كده يبقى نقدر نتكلم بيها. تمام. اتمنى الفيديو ده يكون مفيد ليكم، اتمنى. وشكرا جدا للناس اللي وصلت معايا لاخر الفيديو، شكرا جدا ليكم. واتمنى تشيروا الفيديو لاي حد عايزينه يستفيد. واعمل خير، يعني اعمل خير، قدم الخير ربنا هيبعت لك خير. والله هي ماشيه كده، وده قانون ربنا في الارض. قدم الخير ربنا هيبعت لك الخير. بس شكرا ليكم. انا هحاول ارفع الفيديو ده على الفيسبوك كمان. اكيد له تكمله في لايف تاني جاي هعلن عنه ان شاء الله. ممكن يبقى الجمعه او السبت اللي جاي، او ممكن يبقى في نص الاسبوع، لسه هنحدد ده مع بعض. سلام عليكم. انا امجد فريد ومبسوط ان انا معاكم، واتمنى لو حد استفاد حاجه يعرفني. سلام عليكم.